مساكم الله بالخير أحبابنا المشاهدين، نحييكم والله يمسي شيابينا وعزايزنا الكبار اللي هم بركتنا، إن شاء الله ربي يبارك فيهم في هالشهر الفضيل ويعطيهم صحتهم. يحكوا على أيام زمان منين كان القل، والقل هذا صعب، إن شاء الله ربي ما يقللكمش ولا يوصلكم لحاجة. يحكوا على أن فيه شاعر زمان من الشعراء الفحول ينقال له الشلحي كله رحمة الله عليه، كان راجل يكسب ويملك من الرزق والخيل والبل والغلم، وكان راجل عاطيه الله، لكن الدنيا منين تنقلب وينقلب الوقت على الإنسان مخيبة يا جماعة. دارت به الدنيا وعكست عليه وما عاش بان شيء ولا بانت من لا بال ولا غلام، راحت الدنيا كلها. بدأ يقول معفن رقاد الريح بعد هبوبة وما قل خفة ليد بعد التوبة. يقول معفن رقاد الواري بلاه لا تبنت لا تهز مذاري، وبعد البكاري والحصان حماري، واليوم عادت جبتي مطلوبة. معفن رقاد الريح بعد هبوبة وما قل خفة ليد بعد التوبة. طبعا الإنسان يبدأ يعاني من القل وين يشيحها. يقولوا الناس الأول يوصلها للركاب وتطيح، وفيه اللي يقول له حشاكم نردم كرع تبند كرع، نردم كرع تظهر كرع. أيضا أخونا وحبيبنا الشاعر أحمد الصويعي اللي يقول الريق حنظل مر ما يتعدى، وين نبلعه تبدي علي ترد. فأسمعوا وإن شاء الله ليلتكم مباركة وأنتم طيبين.